السلام عليكم. اليوم تم إطلاق تطبيق ثريدز. التطبيق هذا تابع لإنستغرام، ويقولون إنه منافس لتويتر. التطبيق هذا هو مثل ما تشوفون قدامكم، تقدر تحمله والتسجيل فيه عن طريق انستغرام. يعني تروح تسجيل ثم يوديك على حسابك انستغرام، ثم عاد تجيب انت بياناتك من انستغرام. مثلا اسمك هو نفسه في انستغرام، هو نفسه ومتابعين نفسه، والنص محدد ب500 حرف. تقدر مثلا تنسخ النص بالضغط بضغطة طويلة تنسخه، وتقدر تحفظ الصور بالضغط المطول على الصورة بينحفظ بسهولة. وتقدر بعد تنشر مقاطع فيديو، مثلا تصل عن 10 مقاطع فيديو، تصل مدة الواحد إلى مثلا 5 دقائق. مثلا تقدر تنشر روابط، تقدر بعد تسوي ريتويت، وأيضا تقدر تسوي مثلا بعض المنشورات اللي يعني ما تعجبك تخليها الصامت أو تخليها على الكتب بحيث ما تظهر لك. وتقدر بعد تسوي مثلا أو تحدد من يقدر يعلق على منشوراتك. وأيضا المواضيع اللي تقدر تنشرها بعد نشرها ما تقدر مثلا تعدلها، تقدر تمسحها وتنشرها مرة أخرى. هذه اللي أنا لاحظتها في منصة ثريدز. وأيضا سمعت معلومة بس ماني متأكد منها، إنه حساب ثريدز يقول إذا حذفته ينحذف حسابك في انستغرام. هذه ما أدري عنها، أنا ترى ما تأكدت منها. لو يعني تأكدت بعدين راح أحط لكم فيديو حول هذا الموضوع. أنا ما شايف فيها شيء مميز، هي شبيهة في شكلها شبيهة انستغرام أبدا، ما فيها شيء مميز مثل ما تشوفون، ما في شيء مميز نهائيا. هذا كل شيء.